السلام عليكم. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وفي اتم الصحه والعافيه. طمنوني عليكم، كي دايرين مع هاد الشتا؟ يا ربي تعطي علينا على قد نفع. الناس ديال الشمال خصوصا الناس ديال القصر الكبير، قلوبنا معاكم وان شاء الله محنه ودايزه. الله يعوضكم خير. قضيه اليوم اقرب من الخيال، لان العقل البشري مستحيل يصدق احداث بحال هذه، لانها كتطلب بزاف ديال الشجاعه وبروده الدم. الضحية فتاة قاصر توفات وهي مازال بريئة، ما عارفة في هاد الدنيا والو، وسبب الوفاة كان جريمة بشعة. تابعوا معايا القضية ديال اليوم اللي غنهضر فيها على العناصر المحركة لهاد الجريمة. وقبل ما نغوصوا في أطوال القضية وتفاصيلها، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتخليوا لي الآراء ديالكم في التعاليق. وبلا ما نطول عليكم كتر، يلا نبداو. بمدينة مكناس ومع أول خيط ديال النهار، وصل إشعار للدرك الملكي بوجود جثة ديال فتاة داخل مقبرة مهجورة. اللي لقى الجثة ماشي إنسان كبير أو شخص موالف يشوف بحال هاد المناظر. اللي اكتشفت الجريمة كانت بنت صغيرة تقريبا في عمرها يلا 11 عام. دخلت المقبرة غير باش ترجع الخرفان ديالها اللي غفلات عليهم، ودخلوا لداخل في الوقت اللي كانت خارجة كتسرحهم. وغير دخلت لداخل غتصدم بجثة مرمية وسط ديال جوج قبور. كانت في وضعية غير طبيعية، رجليها مطويين واليد اليسرى ديالها محلولة، بحال كانت باغا تشير لشي حد باش يعتقها. البنت تجمدات في بلاصتها، وقبل ما تهرب عيطات بحر جهدها على خوها اللي كان حتى هو كيسرح معاها البهيم حدا الواد اللي ملاصق مع الروضه. الاخ ديالها كان شاب في العشرينات، يعني شخص واعي وعارف اشنو خاصو يدير في بحال هاد المواقف. وبلا ما يفكر بزاف غيتصل برجال الدرك اللي ما غيتعطلوش بزاف وغيلتحقوا بهم. اول ما وصلوا رجال الدرك، اول حاجه قاموا بها غيطوقوا المكان بالشريط الاصفر وغيمنعوا اي واحد يقربوا منه. بداو بالمعاينه الاوليه اللي كانت جد دقيقه. غيقلبوا الجثه وغيعرفوا انها ديال بنت قاصر، والعمر ديالها غيكون ما بين 14 و 17 عام. كانت لابسه جلابه خضراء اللي ما كانتش موسخه بزاف، الشيء اللي كيبين انها ما تجراتش مسافه طويله، وممكن بزاف تكون البلاصه اللي تلقات فيها هي نفسها مسرح الجريمه. كملاحظات اوليه شافوا ان الدم كان عندها بزاف تحت الراس، عندها كذلك اثار ديال ضغط واضحه وزرقه في الجوانب ديالها، وخدوش رقيقه ديال الاظافر، الشيء اللي كيأكد محاوله مقاومه للضحيه. الفم ديالها كان محلول وعينيها مسدودين جزئيا. غيلاحظوا كذلك ان الضحيه ما فيهاش لا اثر ربط او تكبيل، يعني الضحيه ما كانتش مكتفه. مباشره غتنقل الضحيه لمستودع الاموات قصد التشريح الطبي، اللي غيرجح ان الوفاه بسبب اختناق مصحوب بعنف وكسر داخلي في العنق ديال الضحيه. الارض اللي كانت مرميه فيها الضحيه كانوا فيها اثار ديال جرح خفيفه ولكن غير قصيره، يعني ان الجثه تحركات غير شي متروات قلال. هذا التفصيل بالضبط غيحل للمحققين يفترضوا ان الاعتداء كان مباشر وبلا صراع، يعني ان الجاني ما دابش مع الضحيه. غيلاحظوا قريب من البلاصه اللي كانت فيها الجثه مليوحين شي بونتات ديال الكارو وكاس ديال القهوه ديال الزاج كان محطوط فوق واحد الشاهد ديال القبر ومازال مغطي بابي الومنيوم. تقرير ديال الطب الشرعي خرج وعطى صوره واضحه. الكدمات اللي في العنق كانت بضغط ديال الصبعان وماشي بحبل او قنبه. الجاني بقى بارك في عنق الضحيه حتى تضروا العظام الدقيقه اللي في الحنجره ديالها. وتوقيت الوفاه تحدد ما بين يومين او 3 ايام قبل الاكتشاف ديال الجثه. بعد مرور الايام غيتقدموا عائله لمركز الدرك الملكي وغيقدموا بلاغ باختفاء بنتهم القاصر اللي اختفات في ظروف غامضه. غيعطيو الصوره ديال الضحيه للدرك الملكي، ومباشره غيتعرف عليها احد العناصر وغيعرف انها نفس الشخص، اي ديال الجثه اللي تلقات هذه ايام. الاب ديال الضحيه غيلاحظ تجاوب دركي مع الصوره
وغيطلب منه وغيقول ليه اش واقع لبنتي. هنا غيقول ليه ان بنته توفات مقتوله وتلقات بمقبره مهجوره وانها حاليا مستودع الاموات، وغيطلب انه يمشي بالرفقه العائله ديالو يشوفوها، وغير شافوها غينهاروا. القريبه ديال الضحيه غتقول ان الملابس اللي لابساهم الضحيه واللي الاسم ديالها جيهان ماشي ديالها، وحتى الفولار اللي كان فوق راسها ما ديالهاش. الملابسه ديال اللباس اثارت الشكوك. الكلام ديال القريبه غيقلب التحقيق، حيت اكدت ان الجلاب والفولار اللي كانت لابسه الضحيه جيهان ماشي ديالها، وهذا التفصيل فتح باب الشكوك على مصراعيه. الدرك غيتوجهوا مباشره عند اقرب صديقه ليها، وبعد مواجهه طويله ما بقاتش قادره تكذب ونهارت واعترفت بان الضحيه جيهان جات عندها نهار السبت وطلبات منها تسلفها جلابه، وقالت ليها بانها غادي تلاقى مع واحد السيد اللي وعدها بالزواج وبغات تبان قدامه في مظهر محترم. الصديقه عطاتها الجلابه وهي ما عارفاش ان داك القرار غيكون اخر حاجه ديرها في حياتها. ومن ثم بدات الاسئله الثقيله: شكون هذا الشخص اللي يقدر يستغل الثقه ديال بنت قاصر ويديها الخلا ويصفيها لها؟ التحقيق الميداني غيتوسع، ومع الشهاده ديال واحد الراجل كبير قال انه نهار السبت شاف واحد الدراجه ناريه داخله المقبره سايقها واحد شاب وراكبه موراه بنت ولابسه جلابه خضراء. هنا غيتبدل الاتجاه ديال البحث، وبما ان التفاصيل كانت دقيقه واضحه قدرات توضح لهم الصوره، حيث عطى التوقيت، الشكل ديال الدراجه، وهاد الشهاده ربطات الزمن بالمكان وربطات الضحيه بشخص واحد. النتائج ديال البصمات اللي ترفعات من الكاس ديال القهوه كانت حاسمه، والتطابق كان بنسبه 100%. الشاب ساكن في الدوار نفسه واللي الاسم ديالو ايوب، وفي العمر ديالو 31 عام، كان كيعيش مع الاخت ديالو. مباشره غيداهموا المنزل ديالهم، ومن خلال التفتيش تاكدت الشبهه الجنائيه، حيت قدام دارهم كان واقف موطور بنفس المواصفات اللي عطاهم الراجل الكبير، وفي الكوزينه غيلقاو نفس النوع من الكيسان. وحتى اختو صرحات انها كل نهار كتصايب لخوها قهوه وكتغطيها بابي الومنيوم باش تبقى سخونه. غيواجهوه بالادله وحده بوحده، غيحاول يدعي المرض والجنون بانه حمق وانه ما واعيش بداكشي اللي دار، ولكن المحكمه ما غتساهلش معاه، ما اقتنعتش بالجنون ديالو، حيث الجريمه فيها تخطيط واستدراج المكان معزول، والحكم غينزل عليه بحال الصاعقه. غيتحكم بالاعدام اللي غيوقف التنفيذ، وتبين ان الدافع كان غالبا رفض البنت لشي طلب ديالو، يعني طلب منها شي طلب ومن اللي رفضته قرر يصفيها ليها. حتى لهنا الاحداث اللي عندي غتكون سالات. نشوفكم فيديو جديد وقضيه جديده. خليت لكم الراحه وعواشركم مبروكه.